صباح الأنوار، أهلا بيك في الدرس رقم 8 من دفاع هندي الملك اللي بيبدأ على طول لما خصمنا بيلعب الدي 4. نرد احنا بالنايت اف 6 كالمعتاد. ايه الجديد؟ سي 4 منه بيلعب السي 4 عشان بعد كده يلعب النايت وما يبقاش النايت حابس البيدق، لا بأس بيسيطر على السنتر. جي 6 عادي جدا مني، عايز افنكت البيشوب، والشكل المميز لدفاع هندي الملك عشان يفاجئني هو بالجي 3 ده. هو كمان يفنكت البيشوب، افنكت البيشوب يفنكت البيشوب. الله، ألعب الدي 6 اللي بتمهد في وقت من الأوقات سي 5 أو اي 5، يطور النايت. أبيت هو يبيت، ومبروك على حضرتك احنا أو هو دخل في تفريع اسمه الفيانشيتو، أو إن هو يفنكت البيشوب بتاعه. بيقول لك زي ما أنت عملت أنا هعمل، مفيش هجوم من حضرتك على جناح المالك عندي. ده شيء أصبح مش سهل النهاردة أو في هذا التفريع. اقول له ماله، ما عنديش مشاكل، ارض الله واسعه، ههاجم وهلعب على جناح الوزير، هي شغلانه يعني. طيب ينفع اكمل بقى بايه؟ يعني يمكن النقله الرئيسيه هي النايت سي 6. تقول لي طب احنا اتعودنا في الحلقات اللي فاتت كنا بنلعب اي 5، كنا بنلعب سي 5. بص، بل اذا بيت الاي 5 ما تنفعش خالص، تضحيه بيدق غير مبرره. البيدق مضغوط عليه ببيدق وبنايت هيسقط. مبروك، خسرنا بيدق وله افضليه والموضوع خلص. ولذلك ال A5 بعتذر ال E5 لا تلعب. طيب ينفع تلعب ال C5؟ ينفع، واسمها كمان ليها اسم اليوغوسلاف سيستم. طيب وهوريك ال C5 وافكارها وتفريعاتها، سهلة مش قصة. ولكن انا بحب اديك حتة اللحمة الاول. تعال اديك او نتكلم على التفريع الرئيسي، لان التفريع الرئيسي له وجهاته. نايت سي 6 من حضراتنا، وتعال نشوف هيرد عليه بهذا الامر ازاي. يطور النايت بتاعه هو كمان. العب الاي 6 اللي بتمهد للبي 5 وهجومي على جناح الوزير، اللي عايز اوصل منه لفكره معينه كده هوريها لك. وتفريع ده اسمه بانو فاريشن. ماشي، بانو ولا ما بانوش مش دي القصه. تعال نشوف هجومنا على جناح الوزير ايه الفكره منه، ولكن هتتضح بعد شويه. اتش 3 من عند حضرته، ما تجيبش لا بيشوب ولا نايت ولا تعمل لي هجمات ولا بتاع. ماشي، انا مش عايز الكلام دوت. روك بي 8 وعايز العب البي 5. اي 4 من حضرته بياخد مساحة اكتر، بيفكر في السنتر، ولازم انا البي 5 خلاص بقى مهدنا لها العب. ممكن يكمل باللعبة الرئيسية اكتر، الا وهي الاي 5. بمنتهى الهدوء باكل، وهو بياكل اكسر وزرة، يستعيد النايت بتاعي البدأ مهدده. طب ما نشيله، نهدد احنا البيدق، عملا بقى بالمبدأ بتاع البيدق مبتعرفش تحميه زيحه. كان البيدق مضغوط عليه بالبيشوب بجزء النايت فزاحه الراجل. الراجل ده مصري ولا ايه؟ اكل، الاستاذ ياكل، استعيد، يطور البيشوب بتاعه. البيدق عندي المسكين دوت هيسقط. يسقط ليه؟ ما نحميه. النايت متهدد بقطعتين ولكن محمي بقطعتين، فالكلام مظبوط. اكل، استعد، ايه القصه يعني؟ يجيب الرخ في عمود نص مفتوح، اطور البيشوب، لو اكل استعيد، ما عنديش ادنى مشكله. يلعب البي 3. وانا هنا بقى بدات عايز اوضح لك فكرتي. هجومي والبانو فاريشن ده بيهدف ان انا يبقى عندي بيدق سالك في جناح الوزير. احاول اوريها لك بفرض ان انا لعبت على طول السي 5. انا عايز اوريها لك بس مش اكتر يعني. فكره التحضير لبيدق سالك، انا كده اصبح عندي بيدق سالك في فايل السي، بيدق يقدر يجري ومش حد يقدر يوقفه. طب ما انا كمان عندي بيدق سالك ممكن اجريه ومحدش يوقفه. اخر كام نقطه دي ما تنتقدهمش، يعني هو الهدف منهم ان انا اوريك فكره انشاء بدء سالك بس عندك وعنده، بس دي الفكره. طبعا الوضع لو فتحنا الانجن انت حضرتك كده ليك افضليه كبيره، بس مش عشان يعني النقلات احنا عملناها كنوع من اخر كام نقله دول كان الغرض منهم توضيحي بحت يعني، ما حاولتش اخليه يمنعك عن تنفيذ فكرتك ولا اي حاجه. المهم دي فكره البانو فاريشن. طيب تعال نرجع من البدايه ونعيد نفس النقلات الرئيسيه عشان بس ناخد فكره جديده غير النقله الرئيسيه. وتعالى نعيد نقلاتنا بسرعة عشان خاطر اللي يحصل
كل الكلام ده هيتعاد، الاختلاف ان بعد ما بلعب البي 5 هو زاح. ماذا لو اكل؟ هستعيد. ايه المشكله يعني؟ يجيب الرخ دي ردها على طول حضرتك تلعب الاي 6. انا لعبتش الاي 6 لعبت اي حاجه هيزيح عليك. طب ما انا هياكل هيد النايت، شلنا النايت مهددين البيدق، يزيح على حضرتك تاكل ويستعيد هو بالرخ، والنايت بتاعك متهدد تضطر تنزل ترجع تحميه بهذا الشكل. طب ما هو البيدق كده هيسقط، الدنيا بتاعتك ما عادتش ايه حلو، لان انت كنت بتحمي هذا البيدق. تمام. ولو كنت شلت النايت كانت الرخ هتسقط، فما ينفعش احنا نسمح بالكلام دوت. هو اول ما بيجيب الرخ في الفايل بتاع الاي على طول بنلعب الاي 6 ونوقف الكلام ده. دلوقتي لو زاح مش هينفع بقى يعمل كل هذه الالعاب، هتاكل خلاص، مفيش الكلام ده بقى، مفيش حاجه هتسقط خلاص ان شاء الله ولا اي حاجه. ترجع بالنايت مهدد البيدق بتاعه، يجي بالبيشوب تزيح عشان تشيل البيدق ده من التهديد، تاكل انت فياكل فتستعيد، يعني يبقى كده الدنيا ايه، انت اللي معاك بيدق زياده. ده وقتك معلش، بس كان لازم ادوشك بهذا الامر عشان تفهم الاي 6 ايه سببها. يطور وزيره. هذا المربع بتاع السي 2 هو المكان الطبيعي لتصوير الوزير، لان لو الوزير راح في هذا الامر انت النايت بتاعك هيجي وهيزعجه ويرجع تاني. طب وهو ليه؟ الوزير بيتطور على طول للسي 2 في معظم هذه التفريعات. هذه على النايت مشي، اطور البيشوب بتاعي، يطور النايت بتاعه، اشيل النايت بتاعي، بفتح البيدق طبعا، وهنا العب السي 5 ياكل، استعيد. ايه المشكله؟ الرخة تيجي في وش الوزير، شلناها من وش وزيرك، ويستمر التفريع. وعندنا نفس الفكرة بتاعة التفريع اللي فات، عايز اعمل بيدق سالك بجزء البيادق دولت. يعني الراجل لو لعب اي حاجة، انا كل طموحي اعمل ايه؟ عايز البدائين دولت اعمل بيهم بيدق سالك. كونه بقى هو هيبقى عنده، لو جبنا مثلا الرخ هنا، كونه بقى هيبقى هو عنده بيدق سالك هنا لا بأس، بس انا عمال خدت الايه البدائين السالكين بتوعي. طيب دي كانت اهم افكار التفريع الرئيسي. تعال نرجع من البداية وناخد فكرة تانية. معلش في التفريع الرئيسي استحملني، هديك فكرة أخيرة. أنا عارف إن أنا مرخم عليك النهاردة، وأنت كنت متخيل إن هذا التفريع هيبقى بسكوتاية، بس طلع هيعورنا يعني. لا مفيش تعوير ولا حاجة. بعد ما بلعب الاي 6 كالمعتاد، وبعد كده بلعب في بقى اللعبة يوزر شرح ايدج ما بتتلعبش كتير، وهي الدي 5. هينتج عنها ايه؟ الراجل مهدد النايت، هدد كمان النايت بتاعك انا كمان. لا انت احسن مني يعني، شال النايت خلاص، انا كمان اشيل النايت. طور وزيره طبعا زي ما اتفقنا بقى، السي 2 هو المكان الامثل. كده كده النايت بتاعي اصلا مراقب مربع البي 3 نهايته. بلعبها على مرتين، يطور النايت بتاعه، فانا ساعتها ازيح. وده الخط الرئيسي في هذا الامر. زي ما انت شايف كده الدنيا اتقفلت، تاكل مثلا يستعيد، طور البيشوب بتاعك، وخط يعني خنيق شوية ولكنه موجود برضه. وهذا هو كان التفريع الأخير، ولا يلعب كثير، وإن كان الإنجن بيرشح هذه النقلة بتاعت الدي 5 يعني. طيب تعال نرجع من البداية عشان ناخد فكرة جديدة بقى غير التفريع الرئيسي. طيب عجبك التفريع الرئيسي كان به، ما عجبكش تعال ناخد اليوزلاف سيستم. التفريع الرئيسي فيه أصلا كان فيه تكسير وزر، لعلك تكره هذا الأمر. تعال نشوف حل آخر، عشان لو الحل الأولاني ما عجبكش بنبيت احنا الاتنين. كل اللي فات من أول الحلقة كان النايت سي 6 والتفريع الرئيسي. ادينا يا عم اليوزلاف سيستم سي 5. ممكن يزيح، ممكن، بس النقلة الرئيسية ان هو يلعب النايت سي 3 او ياكل، دي اللي تاليها. يزيح موجودة ولكن اقل في الشعبية يعني. تعال ناخد الرئيسية الاول. هطور كمان النايت بتاعي، يزيح على النايت، اشيل النايت وفي ضغط على البيدق يحميه. العب الاي 6 وعايز العب بي 5 في وقت من الاوقات. وزيره بيتطور للمربع بقى اللي قلنا لازم يروح له في كل معظم التفريعات بتاعت النهارده، وهي السي 2. الرخ بتدعم البي 5. لما يلعب البي 3 العب انا البي 5، يطور البيشوب بتاعه، اكل والاستاذ ياكل. ويوجد هنا البيشوب بتاعي، يلعب هو على طول الاف 4. ولما العب انا الاي 5 بياكل بالمرور. البيشوب بتاعي اكل وفي ضغط على البيدق مزدوج. دلوقتي حالا النايت بتاعه والبيشوب ضاغطين على الحصان، عندي في ضغط مزدوج على الحصان. تعمل ايه في هذا الامر بقى؟
بص، اللعبة المثالية تضحي هذا الفرق ودنيتك تمام بعديه وما عندكش ادنى مشكلة خالص. بيستعيد وسيادتك بترجع بالبيشوب بتاعك، يشيل الوزير وسيادتك تاكل وهو ياكل ودنيتك جميلة خالص وعلى العالم. مش عايزها ومش حاببها، ماشي، هتاخد التانية بقى، هتاكل. هيستعيد بهذا الشكل، حضرتك بتشيل النايت وهو الحقيقة بيجي بالنايت بتاعه، حضرتك بتاكل، بيستعيد بالبيدق، وزيرك بقى والرخ يهدد على طول بمات، تقفل المات. ممكن يطور البيشوب بتاعه بهذا الشكل ويستمر التفريع. حابب تلعب النقلة دي ماشي، حابب تطرح الرخ ماشي، الاتنين بيتلعبوا. تعال نرجع من البداية وناخد فكرة أخرى في هذا اليوغوسلاف. نعيد نقلاتنا بسرعة عشان أبيت وهو يبيت وألعب السي 5. خد النقلة الرئيسية خلاص. لو أخد نقلة دي عادي باكل. هيكسر، لو هو كسر وانت استعدت بالرخ الدنيا عندك أجمل. انت مطور قطع أكتر رغم ان انت اللي بتلعب بقطع السود، ولذلك هو مش هيكسر. أحسن يطور يقول لك كسر انت وانا اجيب الرخ، ابقى مطور قطعة اكتر منك. انا كمان مش مكسر، انا كمان اطور. البيشوب بتاعه بيوسع مربع للوزير عشان يكسر البيشوب بتاعي. طب اهدد، طب يرجع، احمل البيدق اللي كان البيشوب ضاغط عليه، يجيب وزيره ورا الفيل عشان يكسر الفيل بتاعي المسكين. اطور الفيل التاني عايز يكسر وزيري، اجيبه الاي 8 بيفتح للرخ، استعيد الرخ بتاعته تيجي، اجيب الرخ بتاعتي، ولما يكسر وزيري يرجع للفايل المفتوح تاني. يلعب هو البي 3 ويستمر التفريع. طيب، وكانت هذه نقلة التانية الشائعة في اليوغوسلافي. وتعالى نرجع من البداية ونشوف فكرة تانية عشان نشوف بقى التقديم. لما انا ببيت هو ببيت بلعب اليوغوسلاف، الراجل قدم. هنعمل ايه في الحالة دي؟ عادي بي 5 على طول كده، خبط لزق. خبط لزق. هياكل اي 6 اي 6 كمان بدأ. لسه بفكر سعيد بدأ ده اصلا ازاي. كل تاني استعدت. طب ما هو معاه بدأ زيادة، هعمل ايه في الحالات دي؟ تفتح الانجن تلاقيه تفوق طفيف كمان. اطور النايت بتاعه، اطور النايت بتاعي، يجيب الرخ، وزيري اطوره، يحط البيشوب في وش الوزير، يا خبر ابيض. طب هعمل ايه؟ اجيب الرخ هي كمان في الفايل. الرخين مسكوا الاعمدة المفتوحة، وده كان الهدف تضحية البدائين من حضرتي. اسحب بقى الوزير بتاعي، يلعب هو البي 3، بيقلل نشاط الرخين بتوعي يعني. النايت بتاعي بطوره، يطور النايت بتاعه، وزيري يجي يعمل البطارية بتاعته، يجيب الرخ بتاعته في هذا العمود، انا اكل ياكل، استعيد، ما عنديش ادنى مشكلة. مهدد البيشوب. طب هعمل ايه؟ عادي هلعب الاول الاي 6. بعمل ايه؟ بدعم النايت المسكين دوت لانه كان مضغوط عليه بالبيشوب عنده وبالرخ، وكان محمي بالوزير بس. وهنا الراجل لو اختار يكسر يكسر بقى، هستعيد بالملك، ما فيه لا بأس يعني، مش دي القصة بتاعتنا. ولكن هذا التفريع يلعب نادرا، عادة بيكسر فيه برضو، انا هستعيد والدنيا لطيفة جدا. تفريع نادر مش موجود كتير. حبيت اليوغوسلاف سيستم، اهلا وسهلا. حبيت التفريع الرئيسي، اهلا وسهلا. بقى معاك حلين، وفي حلول تانية بقى، بس كفاية كده عشان خاطر ايه ما تقوليش يعني ما تاخد تفريعين ونبقى فهمنا افكارهم على مهلنا، احسن ما ناخد اكتر ودماغنا تتشغل على الفاضي. اتمنى تكون مش استمتعت بالحلقة بتاعت النهاردة. كل ما اقولك استمتعت اقولك استفتحت، مش عارف ليه، ايه جو البقالة اللي انا عايش فيها دي. سبسكرايب لو مهتم تشوف الكورسات التانية اللي هتيجي بعد الكورس بتاع النهاردة، واشوفك الدرس جاي على خير، وسلام.